ايه يا كابتن حسام وجع الاعصاب ده يا كابتن حسام؟ ايه يا كابتن حسام؟ في ايه يا كابتن بنين يا كابتن حسام؟ اروح اكسترا تايم مع بنين؟ مش للدرجه دي يعني، مش للدرجه دي يا كابتن حسام. انا عايز اسال بس سؤال واحد، بعيد عن المكسب وهي وصلي صلي والناس اللي بتطبل والمذيع اللي شايف حاجات احنا مش شايفينها وبيشكر في ناس غريبه جدا، هل لو في لعيب كان بيعمل كل اللي بيعمله صلاح النهارده كان قاعد في الملعب طول المباراة؟ ده سؤال يعني مش محتاج منه رد بجد والله العظيم. يعني بعيد عن الجون اللي اصلا هي سبحان الله والله العظيم ثلاثة، يعني حتى مش محطوطة حلو، هي في ايد الجون. بس يا جدعان بنين ضعيفة يا جدعان بجد والله، يعني مش ده الفريق اللي هنقعد معاه اكسترا تايم. يعني يا جدعان صلاح واحد على واحد ما بيعديش. صلاح النهارده عمل مثلا كورتين، كميه مس باص غريبه رهيبه، مفيش يا جدعان. صلاح يا باشا جامد تنين مجنح، بس مع منتخب مصر في حاجه غلط بجد، في حاجه غلط بعيد عن التشكيله الغلط. انت النهارده عملت التغيير بتاعت ابراهيم عادل، ده من ضمن الحاجات المعكوكه في الماتش يعني. ما عملش حاجه، انا ما حسيتش النهارده بابراهيم عادل كان عامل حاجه مؤثره جوه الماتش. طبعا ياسر ابراهيم يا جدعان، ياسر ابراهيم بجد مقاتل. يعني تخيل الراجل ده ما كانش هيروح المنتخب، انت متخيل؟ يعني ياسر ابراهيم ومروان، يعني كام لعيب كده يتعدوا على الصوابع هم اللي بانوا النهارده في منتخب مصر، اتنين تلاته المحليين. انا لسه ما اعرفش بقى التصريح بتاع محمد صلاح ده صح ولا مش صح، اللي هو بتاع المحليين يعني، ولا 90% احس انه مش صح يعني. يعني صلاح هو بالغباء ده بس يعني ما يقولهاش يعني. وطبعا علشان الفوز بينسي احنا هننسى كل العك اللي حصل وكل التبديلات الغريبه وكل حاجه، بس برضه فكره ان انت بتدافع قدام بنين يا كابتن حسام مش كده. اتجرأ شويه يا كابتن حسام، عدل الدنيا شويه. انا بقيت احس ان انت اخر دقيقه يا كابتن حسام واقف تايه خايف، انت مش فاهم انت عايز ايه، او انت مش عارف الدنيا رايحه بيك على فين. ايه المشكله لما تسحب صلاح؟ وناس هتقول لي دلوقتي انت يا عم بتتكلم ازاي، ده هو اللي جاب الجون. يا جدعان من قبل الجون، من قبل الجون. الجون ده على فكره اي انفاض اي حد ممكن يحطه، انت تشيب يا باشا هتحطها، اي حد هيحط الجون ده يا جدعان ممكن يحطها احلى كمان. الفكره مش فكره ده انفراد يعني، فاهم؟ ايه المشكله لما تسحب صلاح وتنزل مصطفى محمد وتلعب بماموش وتريزيجيه؟ ايه المشكله؟ مش عارف ايه المشكله. وصلاح ده يعني مش هيطلع يا باشا؟ كل اللعيبه بتطلع. مش فاهم انا صلاح ده ليه انت بتقعده معاك لحد اخر دقيقه وانت ما بتاخدش منه الاستفاده الكامله؟ ما هو انت كده بتلعبني ناقص لاعب، انا بلعب 10 وانت كمان حاطط لي ليبرو فانا بلعب 9، بتوقع معايا ابراهيم عادل انا بلعب 8، انت ما بتلعبناش يا كابتن حسام. اللي بيحصل دي مش كوره يا كابتن حسام، احنا ماشيه معانا كده ايه اللهوي بالبركه والله العظيم ثلاثه، عشان احنا ناس من جوه قلبنا ابيض. وتاني حاجه برضه عشان لعيبه الاهلي، محدش يقول لي بقى انت بتشخصنها وعنصري، لا يا عم هم لعيبه الاهلي لو خدت بالك يعني، خط دفاع اللي انقذك الاهلي تريزيجيه، مروان، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، زيزو يعني امام باشا، انت معاك سكواد هاني، انت معاك سكواد الاهلي، سكواد الاهلي تمام، انت تمام سكه ودغري يعني. منتخب مصر تمام. طبعا الشناوي انا مش عارف احكم عليك يا شناوي، انت جامد ولا ضعيف؟ انت راح في داهيه ومش اثبات لك على حاجه، تعمل ماتش جامد قوي تبقى في البيك بتاعك والجون ده بتاعك يا شناوي، الجون ده بتاعك والكوم بتاعها انت يا باشا انت عايز ظبط زي انت رجليك حادفه ليه شمال يا شناوي؟ ما توسط الملعب يا شناوي. انا كل كوره بيجي لك بقيت اخاف، انت فاهم انت موصلني لايه؟ الكوره بتجي لك بقيت اخاف، ده احساس ما ينفعش يوصل لي من حارس مرمى النادي الاهلي. فانا بقيتش فاهمك يا شناوي، اطلع امدحك ولا مضحك ولا اعمل لك ايه ولا ما انا مش فاهمك يا شناوي بصراحه، مش عارف يعني. المهم يعني المكسب بينسي زي ما احنا قلنا، الف مبروك على الصعود، وان شاء الله اللي جاي انا حاسس انه هيبقى صعب، بس ان شاء الله ربنا يعديها الفتره اللي جايه دي على خير يعني.